بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو يوسف عبد الرحمن أبشر. أنا منسق قسم الدبلومات جامعة جوليس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وحنسبسوا وين جامعة جوليس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. كليته waxay leedahay barnaamij kala duwan oo aad u tiro badan sida barnaamijta baccalaureate في الشريعة، baccalaureate في التربية heerka koobaad ee jaamacadda. waxaa sidoo kale jaamacadda ku diyaara heerka labaad magister في الفقه والأصول iyo magister في كلية التربية ayaa ku diyaara iyo dibloomooyin fara badan oo kala duwan oo noocyo badan leh ayaa jaamacadda xilligan idinku diyaara. waxay si gaar ah jaamacadda Golis gaar ahaan kulliyatu shariicati wa diraasaat al-islaamiyya ay u iclaaminaysaa in la furay baab al-qabuul wa tasjiil li dibloom al-lugha al-arabiyya. dibloomkan oo hadda sanadkan ay ka qalin jabinayaan ardaydii u horeysay ayay jaamacaddu xilligan waxay dib u furtay baab al-qabuul wa tasjiil. jaamacaddu waxay u diyaarisay dibloomkan inay dhigaan dakaatiro دكتوراagooda iyo takhasuskoodu uu yahay اللغة العربية مثل دكتوراه في النحو. isdiiwaangelintu waxay ka socotaa dhammaan xafiisyada ay ku leedahay kulliyatu shariicati wa diraasaat al-islaamiyya jaamacad Golis magaalada. ardaygu kii uu doono ayuu iska diiwaangelin karayaa. dibloomkan waxaa ku diyaara oo la dhigi doona manhajkaas oo kaamil ah oo baahi tiri doona baahida loo qabo luqada carabeed ee bulshadeenu u qabto. dibloomkan ardaygu markuu dhammaysto wuxuu heli doonaa shahaada muctarafa sanadkaasi ka bacdi, taas oo haddii uu doonayo heerka koobaad ee jaamacadda inuu sii wado ama kulliyat al-lugha ay u saamaxayso shahaadada dibloomka ah ee uu jaamacadda ka qaadanayo. isqoristu waxay bilaabmi doontaa maalinka sabtida 3 bisha 9aad 2022 iyadoo ardaydu ay iska diiwaangelin karaan dhammaan xafiisyada ay ku leedahay kulliyatu shariicati wa diraasaat al-islaamiyya jaamacad Golis magaalada Burco. اسمي محمد أحمد إدريس، أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة جوليس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. أدعوكم للالتحاق بدبلوم اللغة العربية الذي تدرسون من خلاله مقررات مختلفة في علوم اللغة، هذه اللغة التي شرفها الله جل وعلا وأنزل بها كتابه المبين، وهي من الدين كما يقول أمير المؤمنين عمر: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ستدرسون من خلال هذا الدبلوم النحو والصرف والتعبير والمحادثة والقراءة. تعلم العربية شرف، فهي هوية الأمة ولسانها ونسبها، لغة حباها الله حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الأكوان. إنها العربية التي خلدها الله جل وعلا. لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لست وحدي أصطفيها كلنا اليوم فداها، نزلت في ظل نفسي وتمشت في دماها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها، لم يمت شعب تبارى في هواها واصطفى. المستمعون لي في هذا المقطع أزف إليكم البشرى، أنا الدكتور مروان محمد أبو بكر بافتتاح الدبلوم للغة العربية في هذه الجامعة المباركة، وأدعوكم جميعا لأن تنهلوا من هذا المعين الصافي وأن تجدوا هذا المورد النقي، وأن نتنافس في رحاب هذه الدوحة الغناء، لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي نزل بها القرآن، هذه اللغة الحية التي تصلح للتعبير وتصلح للتعليم وتصلح قبل ذلك للولوج إلى كتاب الله تعالى، بل هي بابه وهي أساس تفسير كتاب الله عز وجل. إلى هذا المورد الصافي العذب
ينبغي أن نتدافع جميعا وأن نحرص جميعا. وهذه المواد تدرس على من أتقنها وحذقها، فلكم البشرى ويا سعادة من قدم واستفاد ونهل. ونعد جميعا أن نكون غدا من المستبشرين بهذا الفضل العظيم والمستفيدين من هذا الخير العميم. إلى الهدى ائتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.